يوميات الواد بتاع ألمانيا ابيسود 4. النهارده هتبدأ رحلتنا لأراضي الوطن مصر الحبيبة، وهنقضي اليوم كله سوا. يومنا بيبدأ مع اوتفيت حنفي القبهة، واللي عارف ان السف هيبقى عليه في الكومنتات للركب، بس زي ما قالت كوكو شانيل I don't do fashion I am the fashion. تعالوا بقى اوريكم اهم السناكس اللي باخدها معايا في كل مرة بسافر فيها بغض النظر عن الديستنيشن. اول حاجة طبعا هو مج القهوة المتين مع القليل من الكرواسون والمعجنات من اي بكراي. ثانيا بعض السندوتشات المغلفة والجاهزة على الاكل على طول، وطبعا ما بنساش الجزء الهيلثي في الموضوع علشان الدايت. واخيرا شويه فستق وكاجو ولزوم التسالي. تعالوا بقى نجرب سندوتش البرجر ده، واللي بصراحه طعمه مقبول كسناك في السفر، انما مش احسن حاجه. لو عندك اوبشن تقف تشتري من اي مطعم في الطريق يبقى احسن. وبعد حوالي ساعه من الطريق، وزي ما توقعت القطر مش هيكمل المحطه اللي انا عاوزها، وللاسف مضطر اخد اس بان تاني لهامبورج هاوبت بانهوف، والا الرحله كلها تتضرب. وهنا نصيحه ليكم انكم تخلوا دايما مساحه للتاخير بين حجوزات القطارات بتاعتكم، لان الدي بي مش بتخلى من المشاكل والاعطال، وطول الوقت هتلاقي قطارات اتاخرت، قطارات اتاجلت، قطارات اتلغت، وقطارات قررت تتحرك من جلايس تاني غير اللي مكتوب في التيكت ومشيت وسابتك زي لهب. المهم بعد ما اخدت الاس بان ووصلت الهامبورج هاوت بانهوف، اول حاجه رحت اعملها ان اشتري شلاف ماسك، عشان بصراحه عاوز انام الطريق كله لحد ما اوصل فرانكفورت. المهم جربتها وطلعت زي الفل، ورحت علشان احاسب عليها. بالمناسبه يا جماعه، هنا معظم المحلات والسوبر ماركتس عامله اوبشن انك تحاسب لنفسك لو مستعجل، فدي حاجه انا بشوفها كويسه جدا بصراحه. بعد كده القطر بتاعي وصل بالسلامه الحمد لله في ميعاده، ودخلت علشان احط الشنط بتاعتي واجهز نفسي لقعده مريحه علشان لسه سكتنا طويله. صحيح نسيت اقول لكم ان انا جبت البتاعه دي من ايديكا، بصراحه كان شكلها حلو قوي وعجبني، وكنت متحمس جدا اجرب طعمها. اخدت اول معلقه كده وانا مجهز نفسي ان اعيش تجربه استثنائيه، بس حسيت بطعم غريب، واللي حسبته لقيت طلع فيها فاين والكحول، وللاسف هيكون مصيرها الزباله. وطبعا انا ما بزعلش نفسي ابدا، طلعت سندوتش برجر ونزلت عليه هتتك بتتك. بعد كده ازقزت وراه شويه فستق لحد لما خلاص ما عدتش قادر اتنفس. المهم بعد حوالي 4 ساعات وصلت فرانكفورت، واخدت الاشتغاسن بان للهوستل اللي هبات فيه لحد الصبح علشان اخد اول طياره لمصر الحبيب. استنوا الفلوج اللي جاي احكي لكم تجربتي مع مصر للطيران، وهقول لكم على الحاجات اللي عجبتني والحاجات اللي ما عجبتنيش، ده غير فيديوهات الاجازه اللي متحمس جدا احكي لكم على اللي حصل فيها. شكرا، واشوفكم الفلوج اللي جاي من